اهلا بيكم مع مطبخ التوفير مع ام محمد. النهارده هنعمل مع بعض القرص الطريه بطريقه بسيطه واقتصاديه، يعني ما تشيليش هم الفطار والعشاء. هتعمليه معايا. لو عندك علبه زبادي او كيلو دقيق هتعملي كل الكميه اللي انت شايفاها دي بطريقه بسيطه. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. اول حاجه هعملها، عندي هنا كوبايه ميه دافيه، هحط عليها 3 معالق سكر كبار وادوبهم كويس، واحط عليهم كيس خميره فوريه حوالي معلقه كبيره، واقلبهم مع بعض كويس واسيب الخميره لحد ما تتفاعل. عندي هنا كيلو دقيق سايب انا جايباه، هنخله لازم الواحد اول ما يعمل اي حاجه ينخل الدقيق. بعد ما نخلته هحط عليه رشه ملح واقلبها مع بعض، وعندي هنا كوبايه سمنه سايحه، هي دافيه مش سخنه، وعندي هنا حوالي ربع كوبايه زيت. كيلو دي باخد كوبايه وربع من الماده الدهنيه، هقلبهم مع بعض كويس. انا عايزه الدقيق يشرب السمنه يبقى شبه حبيبات الرمل. هعمله بايدي بالشكل ده. بعد ما الدقيق يشرب السمنه، عندي هنا علبه زبادي، اي نوع زبادي عندك، وهفضي على الخميره. طبعا الخميره اتفعلت بالشكل ده، واقلبهم مع بعض كويس، اعجنهم يعني. هقلبهم بالمعلقه وبعد كده هعجنهم بايدي. عجنتهم بالشكل ده. طبعا العجينه محتاجه ميه، عندي هنا كوبايه ميه دافيه، انا هزود شويه بشويه الميه حسب نوع الدقيق، كل دقيق بيختلف عن التاني. انا هزود كل شويه حبه ميه صغيرين واعجنها لحد العجينه ما تلم معايا وتبقى ملمسها ناعم. لازم اعجنها كويس. ده شكلها بعد ما عجنتها. هي اخدت معايا حوالي نص كوبايه ميه، هغطيها واسيبها تخمر. طبعا هي ملمسها ناعم، هسيبها تخمر. بعد ما تخمر هنشوف هنعمل ايه مع بعض. ده شكلها بعد ما خمرت وحجمها اتضاعف بالشكل ده. هقطعها قطع متساويه،
واعملها كرة بالشكل ده على ايدي، وافردها بالشكل ده واعملها بايدي. انا بحب اعملها بالطريقة دي. بحب اعمل قرص على ايدي. هعمل معاكم كمان واحدة، هي طريقتها بسيطة، دي طريقة مامتي وانا بحب اعملها زيها. ممكن تعمليها كرة بالشكل ده، تفرديها بالصينية، تضغطي عليها بالشكل ده، فردة بسيطة تتفرد معاكي بكل سهولة. شكليها بالطريقة اللي تعجبك. ده بعد ما شكلتهم، هي عملت معايا 3 صواني ما شاء الله، عملت معايا كمية كبيرة. دي الصينية التالتة، هسيبها تخمر، بعد كده ادخلهم الفرن بالشكل ده. انا مسويها في الفرن العادي، انت تسويها في فرن البوتاجاز عادي. شغاله حطها في الرف الوسطاني لحد ما تستوي من تحت، وبعدين افتحي عليها الشوايه هتحمر معاكي. ده شكلها ده شكلها بعد ما استوت، واخده لون ذهبي وجميل وطريه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هي طريقتها بسيطه واقتصاديه وطريه جدا. هرصها في علبه وغطيها. هي طريقتها بسيطة واقتصادية، أتمنى منكم تجربوها، تنفع في الفطار وللعشاء، الولاد هيحبوها. طريقة بسيطة واقتصادية، أتمنى تجربوها وتشتركوا في القناة وتنوروني.